يبقى مظفر النواب هو من الشعراء الأكثر الذين خرجوا عن نص أدبيات الكلمة، وانتقد ظلم السلاطين وتقاعس الملوك والحكام العرب عن فلسطين وما يجري في غزة الآن. له مثال حقيقي وإعطاء مظفر النواب كل الأحقية فيما يقول. القدس عروس عروبتكم، فلماذا أدخلتم كل زنات الليل إلى حجرتها ووقفتم تسترقون السمع وراء الأبواب لصرخات بكارتها وسحبتم كل خنازيركم وتنافقتم شرفا وصرختم فيها أن تسكت صونا للعرض، فما أشرفكم أولاد القحبة أن تسكتوا مغتصبة. أولاد القحبة، لست خجولا حين أصارحكم بحقيقتكم. إن حظيرة خنزير أطهر من أطهاركم. تتحرك دكة غسل الموتى، أما أنتم لا تهتز لكم قصبة. الآن أوريكم بكل عواصم هذا الوطن العربي قتلتم فرحي. بكل زقاق أجد الأحزاب أمامي. أصبحت أحاذر حتى الهاتف حتى الحيطان وحتى الأطفال. أقيء لهذا الأسلوب الفج. وفي بلد عربي كان مجرد مكتوب من أمي يتأخر في أروقة الدولة شهرين قمريين.